تقدر تقول لي أفضل 5 محترفين أجانب في الدوري المصري آخر 10 سنين؟ بُص يا سيدي، رقم 5 بالنسبة لي هيكون كينو. لكن اتقطعت وصلت الى كينو، مرتده سريعه، كينو عدى الهاكر مع الكوره، كينو يلعبها لناصر منسي الى كينو حاسب من الهاكر، حاسب من الهاكر يهكر دفاع الداخليه. كينو رغم إن ما لعبش كتير في الدوري المصري وما لعبش غير موسم واحد، ولكنه كان لاعب مؤثر جدًا، وكان لاعب بالنسبة لنا كلنا مختلف وممتع وكورته كويسة. مش كويسة، كورته السوبر بالنسبة للدوري المصري، وكان بيقدم فعلًا مستوى وأداء هايل. كينو مع بيراميدز 31 مباراة سجل 10 وصنع 11، وده معدل هايل، 21 مساهمة في 31 مباراة. فرقم 5 بالنسبة لي هيكون كينو. رقم 4 هو أشرف بن شرقي، ولكن نسخة الزمالك. أشرف مع الزمالك كان لاعب مؤثر جدًا، لاعب استعاد مستواه مرة تانية، قدر يكون مؤثر مع الزمالك في أكتر من بطولة، ممتع في الملعب وبصير وكورته كويسة وهداف. لأ، قدم مسيرة ممتازة جدًا مع الزمالك، وفي 109 مباريات سجل 41 هدف وصنع 27، يعني 68 مساهمة في 109 مباراة. ده عدد ممتاز جدًا. فأنا باشوف إن أشرف بن شرقي واحد من أفضل المحترفين آخر 10 سنين، وهو في المركز الرابع من وجهة نظري. أما بقى رقم 3 هو الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري جون أنطوي. يمكن أهلاوي يعترض، زملكاوي يعترض، ولكن أرقامه بتحتم عليا إن لازم أختار جون أنطوي في القايمة دي. أنطوي سجل 77 هدف في 193 مباراة في الدوري المصري، وده عدد كبير جدا. لعب للأهلي والإسماعيلي والمقصة وبيراميدز، وكان لاعب بيقدر يقدم مستوى جيد في معظم الأندية اللي شارك فيها في الدوري المصري. فبشوف إن جون أنطوي يستحق يكون رقم 3 في القايمة دي. أما بقى رقم 2 ما بين مايلي ووسام أبو علي، ولكن بالنسبة لي وسام لأنه كان مؤثر في البطولات، وسام لأن معدل مساهماته أفضل، وسام لأنه كان فعلا مؤثر جدا مع النادي الأهلي. انتظار الفائز في المباراة الأخرى اللي طبعا يعني ما بين الترجي وما بين فريق نادي طبعا صن داونز. الله عليك يا وسام. علشان كده بالنسبة لي وسام في المركز الثاني، وكان في مقارنة ما بينه وما بين مايلي وما بين أزارو ضيع كتير جدا، وكان عدد المباريات اللي لعبها أكتر من عدد المساهمات بشكل واضح، ولكن وسام في تقارب كبير ما بين المساهمات والمباريات اللي شارك فيها. وسام لعب 60 مباراة سجل 38 هدف وصنع 10، يعني ساهم ب 48 هدف مع النادي الأهلي في 60 مباراة، فرق 12 مباراة فقط، يعني كل مباراة تقريبا بيسجل هدف. وده موضوع ممتاز جدا بالنسبه للمهاجم، انضم من اوروبا، قدر يقدم مستوى ممتاز مع النادي الاهلي، وكلنا شايفين تاثيره. اختلفنا واتفقنا على اللي هو عمله، ولكن كان لاعب فعلا مؤثر في الدوري المصري ومختلف. نيجي بقى للاعب رقم 1 افضل محترف اخر 10 سنين في الدوري المصري، وهو الاسطوره علي معلول. التحرك اللي بدون كوره اتحرك له امامنا اهو باللقطه الماضيه ديانج. يا ولد علي معلول، هي علي معلول هو الحل. علي يا علي، علي يا علي، اتدلع يا علي مع النادي الاهلي في 38 لقاء. هل يضيف علي معلول؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، علي معلول، علي معلول في قلب المرمى. ابو كريم الجميل اللي كان مؤثر جدا مع النادي الاهلي، واللي كان بيقدم مساهمات ممتازه جدا، واللي قعد سنين وسنين افضل لاعب في مكانه في الدوري المصري، واللي كان مؤثر جدا ومش بس في مكانه، كان افضل لاعب في الدوري المصري في اكتر من موسم. فعلا مش هيتكرر في تاريخ الانديه المصريه لاعب يجي في المكان ده يقدر يقدم عدد المساهمات الكبير اللي قدمه للنادي الاهلي. لا، حاجه مختلفه بشكل كبير. علي لعب مع النادي الاهلي 292 مباراه، سجل 51 هدف وصنع 84 اسيست. انت متخيل الارقام؟ رقم ضخم جدا، صعب على اي لاعب هيجي بعد كده انه يعمله. 130 مساهمه مع النادي الاهلي، وده رقم كبير جدا. علشان كده بشوف ان علي معلول هو افضل محترف اخر 10 سنين في الدوري المصري. كنت حابب جدا احط ازارو ومايلي واجاي الممتع فرجاني الساسي، ولكن دول من وجهة نظري. كل لاعب تقييمه بالنسبه لي كان مبني على حاجه، سواء المتعه والتاثير او حتى المساهمات اللي قدمها. مش عارف، قول لي برضو انت في الكومنتات تحت افضل 5 لاعبين اجانب انضموا للدوري المصري اخر 10 سنين.